السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سلام عليكم مشاهدين كرام. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن انتقال نصيري إلى ويست هام، وراموس غلطة سراي، ومحدثة يامال وريكراكي، وأمرابط بدون فريق، وأملاح قريب إلى الانتقال. يسابق الاتحاد المغربي لكرة القدم الزمني من أجل إقناع موهبة برشلونة الإسباني لامين يامال ذي الأصول المغربية بارتداء قميص منتخب المغرب في الاستحقاقات القادمة، ولا سيما في بطولة كأس أفريقيا التي تحتضنها ساحل العاج في يناير كانون الثاني القادم. وحول ما يتداول حاليا بشأن لقاء جمع وليد الركراكي باللاعب يامال ووالده بإسبانيا، أكد مصدرا من الاتحاد المغربي لام العربي الجديد فضل عدم ذكر اسمه أن هناك اجتماعا جمع فوزي لقطع رئيس الاتحاد المغربي بهذا اللاعب ووالده ببرشلونة منذ شهور، من دون استبعاد عقد لقاءات أخرى بالمغرب في القريب العاجل. وفقا للصحيفة الإسبانية ريليفو، أن نادي فالنسيا الممارس ببطولة لا ليغا الأولى أجرى اتفاقا مع إدارة بلد الوليد من أجل انضم الدولي المغربي سليم أملاح على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل مبلغ مالي قدره 100,000 يورو مع أحقية الشراء مع نهاية الموسم. وأبعد أملاح من لائحة فريقه أمام الكركون للدورة الثالثة من بطولة لا ليغا الثانية، وكان أملاح قد أصر على مغادرة بلد الوليد بعد نزوله للدرجة الثانية من البطولة الإسبانية، برغم أنه لم تمر سنة على انضمامه للفريق قادما إليه من نادي ستاندرد ليج البلجيكية. إشبيلية احتفى برقم مميز لدى النصير المنتخب. وكالات السبت 26 غشت 2023 إلى 10:35 حقق الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية رقما فريدا في مسابقة الدوري الإسباني لام لا ليغا، وبدأ النصيري أساسيا خلال مواجهة جيرونا اليوم السبت على ملعب رامون سانشيز بسخوان ضمن لقاءات الجولة الثالثة للياجات. واحتفى الحساب الرسمي لإشبيلية بال النصير الذي خاض 200 مباراة في لام للليغا. وأوضح حساب إشبيلية أن النصيري بات رابع لاعب في التاريخ يصل إلى 200 مباراة في لام للليغا، وارتبط اسم النصيري مؤخرا بالانتقال لصفوف ويست هام يونايتد، لكن إشبيلية يتمسك ببقاء النجم المغربي. أخذ النجم المغربي سفيان أمرابط قراره بعدم الاستمرار مع فريقه فيورنتينا الإيطالية. الخبر نشره الإعلامي الإيطالي المختص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو اليوم السبت على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا. وأبعد مدرب فيورنتينا أمرابط عن لائحة الفريق التي ستواجه غدا الأحد نادي ليتشي عن الدورة الثانية من بطولة سيري ألف، وينتظر مرابط الأيام المتبقية عن نهاية الميركاتو الصيفي الحالي للنادي الذي يطلبه، حيث هناك 4 أندية تترصد وضعيته هم مانشستر يونايتد وليفربول بالدرجة الأولى، ثم نابولي وغلطة سراي التركي. اقترب الإسباني سيرجيو راموس نجم باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق من الانتقال للعب في الدوري التركي، وتحديدا في صفوف غلطة سراي. ورحل راموس عن سان جيرمان هذا الصيف بعد انتهاء عقده في حديقة الأمراء. وأضافت تقارير أنه في حالة تأهل غلطة سراي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حال عبور مولده النرويجي في المرحلة التمهيدية سيكون أقرب لضم راموس. وكان راموس قريبا من الانتقال لصفوف بشكتاش التركية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق حول الراتب، ويريد راموس الحصول على 15 مليون يورو في موسمين، بينما سيعرض غلطة سراي 10 ملايين فقط. بعدما استعصى عليه الفوز في المباراتين الأوليين برسم بطولة الليغ 1 الفرنسية، حقق باريس سان جيرمان برفقة ظهيره الأيمن المغربي أشرف حكيمي فوزه الأول على ضيفه نادي لينس الذي يغيب عنه المغربي العيناوي خلال مباراة الدور الثالثة من ذات البطولة بنتيجة 3-1،
وأنهى سان جيرمان شوط المباراة الأول بهدف سجله الإسباني أسانسيو بتسديدة مركزة في الدقيقة 45، وفي الدقيقة 52 دون النجم الفرنسي كيليان إمبابي حضوره الرسمي الأول في المباراة بهدف ثان سجله في الدقيقة 52، وعاد للضيف هدف ثالث في الدقيقة 90+1 ساهم فيها الدولي أشرف حكيمي الذي انطلقت منه عملية الهدف، وسجل لينس هدف الشرف عبر غويلا فوبي في الدقيقة 90+5.